الله يسعد لي كل اوقاتكم يا رب. اليوم رح نعمل مع بعض الكيكة الاسفنجية بس على طريقتي. بس قبل هيك اذا كنتوا جداد بالقناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. اول شي رح نحتاج ل4 بيضات، رح نضيفهم بالخلاط ورح نضيف عليهم معلقتين صغار من الفانيلا. هلأ بنخلط البيض والفانيلا مع بعض ورح يطلع معاكم مثل هيك. وهلأ رح أضيف كوب من السكر، رح أخلطهم بالخلاط لمدة دقيقتين. بتقدروا إنكم تضيفوا فانيلا سائلة بهذا الشكل. هلأ رح أضيف كوب من الحليب السائل. إذا ما عندكم حليب سائل بتقدروا تضيفوا معلقتين من الحليب وكوب من المي. وهلا رح أضيف كوب من الزيت النباتي ورح أخلطهم وهيك بيكون الخليط صاير جاهز. هلا بالنسبة للمكونات الجافة رح نحتاج لكوبين من الطحين، رح أنخلهم مع معلقتين صغار من البيكنج باودر، رح أنخلهم بهاي الطريقة. وهلأ رح نضيف الخليط يلي عملناه فوق الطحين، بس رح أضيفه تدريجيا. أول شي رح أحط نص الكمية، بعدين رح أضيف الكمية كاملة. رح أبلش أخلط فيهم بهذا الشكل. في ناس بتحب إنها تضيف معلقة كبيرة من النشا، بس أنا من الناس اللي ما بحب إني أضيف نشا. وهيك بنضيف الكمية الباقية من الخليط. رح نخلطهم مع بعض بهاي الطريقة حتى يتجانسوا وأتأكد تماما إنه ما في حبيبات من الطحين. هلأ بالنسبة للقالب أنا دهنته بزبدة ورح أضيف الخليط فوقيه. رح نحطها بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة ورح نطلعها من الفرن. وهيك بعد ما طلعتها من الفرن هلأ بالسكين رح أعمل مثل هيك ورح أقلبها. وهيك بتكون الكيكة صارت جاهزة لليوم. صحتين وألف عافية على قلوبكم كلياتكم. فضلا وليس أمرا إذا كنتوا جداد بالقناة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. استنوني بالفيديوهات القادمة إن شاء الله. مع السلامة.